لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني هرسط وتسار لواني كاين تفسير القرآن في رزبهم وخزمتان ومبستي رزامندي رب العالمين وهوادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. برای خۆشەویستان کلوانی ڕابژ لە خزمەتەوەتی پیرۆزەدا بووین. رب العالمین باز دەکاتن کە مەلە و گەورە پیاوانی قەومی فرعون هانی فرعون دەدەن و پێی دەڵێن ئایا وا لێ دەگەڕێیکەوە موسا و ئەوانەی ئیمانیان بە موسا هینایە، ئایا لێ دەگەڕێی موسا و ئەوانەی ئیمانیان بە موسا هینایە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەسادی لەسەر ڕووی زەوی بکەن و واز لە تو لە پەرستراوە بە ناحەقەکانی تو بینن؟ ئەویش بڕیاردا سەنوقەتیل ئەبناءەهم کوڕەکانیان چاک دەکوژین وەنەستەحیی نیساءەهم کچەکانیشیان بەجی دێڵین وئنا فەوقەهم قاهرون ئێمە قەهر و دەسەڵاتمان بەسەریاندا هەیە. وئنا فەوقەهم قاهرون ئەی بالغەلەبەتی والقودرەتی عەلەیهم واتە ئێمە دەسەڵاتمان بەسەریاندا هەیە توانامان بەسەریاندا دەستچێ فەفەعەلوو بهم ذلك ئیتر ئەوەی لە دەسەڵاتیاندا هەبوو بڕیاریاندا جێبەجێ بکەن وەکو لە تەفسیر سعد دەڵێ وئنا فەوقەهم قاهرون لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة کەواتە دەسەڵاتمان بەسەریاندا دەستچێ بە هیچ شێوەیەش ئەوان ناتوان لە ژێر دەستی ئێمە دەربچن و ئەو دەسەڵاتەشیان نییە و ئەو توانیان نییە دەربچن. وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسوة کەواتە ئەو فەڕی قەسوەت و ئەو فەڕی لە سنوور دەرچوون و طغیانە لە فیرعونەوە بۆ شێوە بڕیار دەدا. وەکو لە تەفسیری معارجیش دەڵێ وئنا فەوقەهم قاهرون يتضمن تهوينا من أمر إفساد بني إسرائيل في الأرض. کەواتە کاتێکەوان دەڵێن لێ دەگەڕێی ئەوان فەسادی لەسەر ڕووی زەوی بکەن ئەویش کە پێیان دەڵێ وئنا فەوقەهم قاهرون واتە ئەوەندە گرفت نییە ئەوان ناتوان شتی وا بکەن. أي لا تخافوا من إفسادهم في الأرض ما ترسين كوابتوان فسادي بكن فإننا لا نمكنهم من ذلك لبرو إما أصلا ريقايان بينادين كواشتيش وابكن لأننا فوقهم قوة وسلطانا إما لسروي أوانين هم بقوة هم بدا صلاة ونحن قاهرون لهم إما ديان توسينين ودى صلاة ما بسريان هذا الشيء نسوقهم بالقوة الظاهرة كما نشاء ئەوەی کە بمانەوێ بەدەسەڵات دەیکەین و بەو شێوە و لە بۆ ئەو جێگەیان دەبن کە بمانەوێ ولا ندع لهم إمكانيات عمل وتحرك تجعلهم يفسدون في الأرض بە هیچ شێوەیەک لێ ناگەڕێن ئەو دەسەڵاتەیان هەبیتن کەوا بە کەیف خۆیان بیانێ و فەسادی لەسەر ڕووی زەوی بکەن. ئیتر لە بەرامبەردا دیارە بەنی ئیسرائیل شکایەت دەکات لە لای موسا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام واتە ئەوانە کە ئیمانیان پێینە کاتێکەوە فیرعون بڕیار دەداتن سەنوقەتیل ئەبناءهم وەنەستەحیی نساءهم وئنا فەوقەهم قاهرون ئەوانیش ڕوو لە موسا دەکەن عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئیماندار شەکوای خۆیان لەلای ئەو دەکەن ئایا ئێمە چ بکەین؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا داوای یارمەتی لە ئەڵڵا بکەن سەبرتان هەبی ئارام بگرن إن الأرض لله ئەو زەویە زەوی خوایە سبحانه وتعالى يورثها من يشاء من عباده دەیکاتە میرات و تەسلیمی کەسانێک دەکا لە بەندەکانی خۆی کە بەخۆی مەشیەتی لەسەربی والعاقبة للمتقين عاقبة سەرنجامیش هەر لەلایەن خوای گەورە لە بۆ کەسانیش متقیە
كواتا بريار إخوة سبحانه وتعالى. وكل معارج دلي علم موسى وهارون عليهما السلام وبنو إسرائيل بالأمر الفرعوني. كاتك وموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام وهروا بنو إسرائيل كوانك إيمانيا فينا أو فرماني فرعونيا بيدقا كوا بوشيويا برياري دا بتندي تعامل على قلبك الذي صدر بقتل المواليد الذكور للذين آمنوا مع موسى منهم. كاتك وبرياري دا أواني كالقل موسى عليه الصلاة والسلام هر من دالش كريان بديان كجين وباتخاذ سياسة القهر ضد كل من يتحرك منهم لنشر دين الله جاء بموسى في مصر. وبرياري دا بدا صلاة تعامل وبقوة تعامل دا كالقل هر كسيك بيويتن أو ديني موسى بلا وبكاتوا. وعظم هذا الأمر على من آمن معه من بني إسرائيل. إتر أوشتا أو برياري فرعون زور بقرس كود لسر أوانك إيماني هنا لبني إسرائيل. فوجه لهم موسى عليه السلام وصيتين. إتر موسى عليه الصلاة والسلام دو آموشقاريان دكا ومقولتين ودو قسش أبان لهما بهما سنتين من سنن الله عز وجل في عباده. كواتا دو آموشقاري ودو سنة لسنة كان خواهي قوريان لو باز دكا. قال موسى لقوم استعينوا بالله. تفسير لو كل تفسير سعدي الله استعينوا بالله أي يعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضركم وثقوا بالله إنه سيتم أمركم. موسى عليه الصلاة والسلام بوشيوي آموشقاري عندك آموشقاري يكب استعينوا بالله يعتمدوا عليه بشتان بخواب بستن لو كوا أو كبيتان خوش لبوتان جيبك لو كوا ليدة ترسل ليتان دفع بك ثقتان هبي أو كوا أنقود تاني وهر أو زيد بي. وكل معارج ضلي أي اطلبوا العون من الله ربكم في كل أموركم. داوي يارمتي لپروردگار بكن لهمو كاركاني الجيانتان سواء ما كان منها لصرف أذى عدوكم عنكم. يتر لهمور وكان داوي يارمتي لأخواب كان تاوكو أو إيشو آزارك توقع ذكر لان دجمنه وبسرتان بي تاوكليتان لابدا أم كان منها لجلب المنافع لكم في دنياكم وفي آخرتكم. وهروها هداوي يارمتش لأخواب كان تاوكو أو نفعان أو سود تساكي دنيا وقيامته لو تنزيب زيبكا. فالله عز وجل هو الممد بالقوى المسخرة لعباده. هر خوايا سبحانه وتعالى أو قوة دصلاته بندكان بخشية ما كان منها داخل أجسامهم ونفوسهم وأفكارهم وقلوبهم وما كان منها خارج أجسادهم. يترهموا أو قوة هيز دصلاتاني كوا إنسان كان هيتيان همو خوابه يعني بخشية أو كوا بابلن لنيوان أو قوة هيز صلاة فكري وعقلياني كوا شاراوي ياخذ أو قوة هيز صلاتاني كوا لخارج جسم أنزامدا. فإذا شاء الله جل جلاله وعظم سلطانه زاد في عطاءات الإمداد. كوا تأجر خواي قور سبحانه وتعالى أجر ويستي لسربي زياتر عطابة بندكي دكات لو قوة هيز صلاتي. وإذا شاء نقص منها أقربيه ليكم دكا وإذا شاء سلبها أقربيه هم قوة كان اللي ورد قريته. كانت استعينوا بالله داويار متنها لأخواب كان سبحانه وتعالى هر خوايا همو أو دصلاته بإنسان بخشه ودشتوين لي ورد قريته. إتر توكل سر خواب كان واصبروا صبر بقرن كواتا وصيتي كم استعانة داويار مثل خواب كان وصيتي دوام صبر بقرن. وكل تفسير معاجز لا تفسير قاسم دي أي على أذاهم صبر بقرن لك سر إيش وآزارك أو لا فرعون ودت ستان. وكل تفسير سعد واصبروا أي ألزموا الصبر على ما يحل بكم صبر بقرن لسر إيكوا بسرتان دي منتظرين الفرج داوا تاورواني ويبن فرجتان للا خواهي يقول له بي صبر هر عبادته تاوروان كدني فرج هر عبادته يتر تاوروان بن كخواهي يقول فرجتان له بنيري. إن الأرض لله وكل تفسير سعد ضلي ليست لفرعون ولا لقوم حتى يحكموا فيها. زوي خوايا سبحانه وتعالى نأي فرعون نأي قومك يتأوام بتان تحكم لسرب كان يورثها أي يعطيها ديداتك سانك من يشاء من عباده أي يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته. خواهي يقول سبحانه وتعالى أو زاوية هر زاري
تسليمي كسانێکی دەکا هەر بەشێک لەو زەویە هەر جار تەسلیم کەسانش دەکا حسب حکمەتی خۆیتی سبحانه وتعالى وكل معالج دەڵێ أي إن الأرض كلها هي ملك لله ربها الذي خلقها أو زەویە هەمووی ملکی خوایە کە خەڵقی کردیە فالأقاليم والبلدان والقطع مهما كبرت أم صغرت هي ملك لله سبحانه كواتا همو أوانا همو شارو والله تكان هر هموي ملكي خوايا قورب يانقتك فهو يهبها من يشاء من عباده ديتاتا كسانيق لبندكاني ليمتحنهم بامتلاكها امتلاكا مؤقتا صوريا ديتاتا كسان لبندكاني تا وكل شرد الصلاة يعني بظاهري لشرد الصلاة أوانا أو بالتسلط عليها يان بقوة الصلاة مثلا هذا الشيء فإذا أفسدوا فيها كاتك أخواي قورة كاتك أخواي قورة تسليم كسانك دكاتن بأسباب كان كوابيان دبخشي أجر بيتو طبعا لبو ابتلاء وتاقنه وكذا اللي امتحنهم فإذا أفسدوا فيها كاتك فساد لسريدكن وانتهى دور امتحانهم ولو كاتك وأخواي قورة لبوش عندنا انتهاي بيدي وكوتاي بيدي نزعها منهم أو زل دستيان وردقري أو نزعهم منها كواتا أو زوية لجير دستي أوان درديني أوان درديني لسروا زواتا يان تملك كاي بزندياتي تساويان بزقزقي تساويان ملك كاي اللي وردقري توا يان تملك كدمينيه أوان لملك كي وردقري توا دهان كجي سبحان الله وجعلها من بعدهم ميراثا من فضله لآخرين من عباد ليبلوهم بها أيضا لدواي أوان أو زاد تسليم كسان شدكا أين لبوي تاقيان بيبكاتوا وألمح موسى عليه السلام بعبارته هذه إلى أن فرعون وآله وملئه وجنودهم قد طغوا في الأرض مصر وبغوا كواتوا سنة الشيخ سبحانه وتعالى تيدا موسى عليه الصلاة والسلام تلميح بيذك إشارة بيذك كوا فرعون قوم فرعون جنود فرعون براست الطغيان ياكد لمصر وآذنت أيام امتلاكهم لأرض مصر بالزوال خريكة مدي امتحان تاخيرني أوان كوتاي بيدي بمقتضى سنة الله في عباده حسب سنة خواهي قول بندكان خريكة دا صلاة كوتاي بيدي وأشرفت دولتهم على الانهيار خريكة أو دولتان حسب سنة خواهي قول لناو بتسي فإذا ضربهم بصوت عذابه أجر خواهي قول بقامتي عذاب خواهي ليان بدا جعل أرض مصر من فضله ميراثا لمن يشاء من عباده من بعدهم يتلى دواي أوان كاتك وأخواي قلوان وردقريتو دي كاتميرا لبو كسانق لبندكان خوي كواخواي قول مشيئتي للسلبي والعاقبة للمتقين عاقبته سلنزام للمتقين وكل تفسير قاسم در يعني أن النصر والظفر للمتقين على عدوهم سركوتن هل لبو كسانش متقين لسردج من كان وكان تعالى وعد موسى بأنه سيطرد المصريين من أرضهم خواي قول بعدي بموسى داب عليه الصلاة والسلام بويكا أو مصريان بقيادة فرعون لسر زوي مصر دردك ويهلكهم ولناويان دبا وينجي قومهم من عذاب آل فرعون لهم وقومك شن زاد داتا لو عذابك وفرعون وآل فرعون ديدا وكل تفسير سعد ضلع العاقبة للمتقين فإنهم وإن امتحنوا مدة ابتلاء من الله وحكمة والله متقي أجر فترة شيش تعقيب كرينوا للا أخواي قولوا كحكمة لسرة فإن النصر لهم برام لعاقبة نصر هل بو أوانا والعاقبة الحميدة لهم على قومهم عاقبتي تاك هل بو أوان لجي قوم كان وهذه وظيفة العبد وكل تفسير سعدي دلتن هو وظيفة باندية أنه عند القدرة أن يفعل من الأسباب الدافع عنه أذى الغير كواتا كاتك توانات هبو كسيك هاد ويستي ظلم اللي بكا بيوستا أو توانايك أخواي قول بي بخش بكاري بين تاوكو دفاع لخود بكي وعند العجز أجر نشد تواني هيدا صلاة النبو أن يصبر ويستعين الله وينتظر الفرج هيدا صلاة النبو أتسبكي لو حالتي صبر دقري لو هي يارمتي لأخوادكي تاوراني فرز دكي لأخواي قول سبحانه وتعالى زاو كل بابلين لتفسير معارجي جري وإذا قام صراع بين فريقين من الناس غير صراع لنوان دوكو مال بيدابو لخلشي أو بغى جبارون ظالمون على مستضعفين في الأرض
ئیتر کەسانکی ظالم طغیانیان کرد و ظلمیان لە کەسانکی چەوساوە کرد فالعاقبة في آخر مدة امتحان الله للفريقين ستكون بمقتضى سنة الله في عباده للمتقين. ئیتر لەو حاڵتەی عاقبەت کاتێکەوە ئیمتحان لە نێوان ئەو تاقینەوە لە نێوان ئەو دووە بە سنەتی خوای گەورە کۆتایی پێ کەسانکی ظالم کاتێکەوە ظلم لە کەسانکی بێدەسەڵات دەکەن ئیتر هەتا مودەی خوای گەورە دەسەڵاتیان پێدەست بەڵام دوایە کە مودەی امتحانەکە تەواو بوو عاقبەتەکە سنەتی خوای گەورە لەبۆ متقیان ئەی لمصلحة المتقين ونصرهم على عدوهم ئیتر عاقبەتەکە لەبۆ متقیەکانە ئەوان سەرکەوتو سەرفرازم لەسەر دوژمنیان فهي إذن لا تكون إلا خيرا للمتقين. ئیتر بە هیچ شێوەیەک نەتیجەی کۆتای پێنە ئیلا لەبۆ متقیان نەبیتن هەتا وەکو خوای گەورە سوبحانه وتعالى ئیتر بە حکمەتی خۆی سنەتی لە تەعامل لەگەڵ بەندەکانی بەو شێوەیە هەر کاتێک کەسانکی ظالم باڵن زۆرمیان لە چەوساوەکان کرد ئەوانی سەبریان گرت داوای یارمەتیان لەخوا کرد ئیلا عاقبەت لەبۆ ئەوانە. ئیتر لە درێژەی قسەکانی لە مەعارج زیاتر باز لە متقیەکان دەکە ئەوانە چێن کە خوای گەورە عاقبەتی چاچیان پێدەبەخشی بەڵام لە بەرتەوابوونی کات دەوەستین بە پشتیوانی خوای گەورە لەوانی داهاتوو دێینەوە. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.